فكر في بداية حياة كل صاحب إنجاز، هتلاقي تمن كبير اتدفع في البداية، وبعد كده في النهاية فتح كبير من ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة البدايات لها ذكريات لا تنسى، من أول الأنبياء ويورثهم كل واحد بعدهم أراد ينشر دعوة ربنا سبحانه وتعالى، مرورا برجال الأعمال والتجارة ومن سار على خطاهم ممن أراد تحقيق إنجاز مادي أو عملي، وصولا لأصحاب الاختراعات والإضافات للبشرية ومن سار على هداهم من المجتهدين وطلاب العلم. تبدأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وتنتهي حياة النبي: إذا جاء نصر الله والفتح. هنري فورد أول عربية صنعها كانت في مطبخ بيته بسبب ضعف الإمكانيات وصعوبة الاختراع في البداية، وكسر الحيطة عشان يطلع العربية، وانتهت حياته بأحد أكبر الأسماء في عالم السيارات.